السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا قصة جديدة. القصة تنفع عنوان الندالة والغدر. وهي صاحبتها بتحكيها لي، انا ما كنتش مصدقة اصلا الفويس، ولا مصدقة الكتابة اللي مكتوبة، لان هي كتبت جزء كتابة وبعد كده وضحت لي فويس. هي دخلت لي كده، لقيت رسالة على على الخاص جايالي. هو انت اللي بتحكي ده مشاكل؟ امال لو سمعتي مشكلتي؟ او هي مش عايزه حل، هي بتحكي لي كتجربه يعني. آه هي بتقول لي ان هي كانت متجوزه. بتقول لي ناس يعني رشحوا لها زوجها دوت. آه وقالوا لها كويس ودخله حلو ومرتاح ماديا او هو خلاص يعني انفصلوا. انا المهم قالوا لها جوزي، البني ادم دوت كويس ومرتاح ماديا وظروفه كويسه. اتجوزوا. بتقولي ما اعرفش اي حاجه عنه، عن الحاجات اللي هو قايلها لي بس. آه، عيلته، سكنوا طبعا. يعني سكنوا قبل الجواز، شغله فين، مرتبه ودخله، انا ما اعرفش عنه اي حاجه. بس كان بيصرف مصاريف كويسه من ايام الخطوبه. بيصرف مصاريف كويسه جدا يعني. بيجيب لبس براندات لنفسه، بنخرج بنصرف بنجيب. قلتلك انا ما كنتش بطلب منه حاجه. بس هو كان على طول نخرج، يلا ناكل بره، نتفسح، يلا نصرف، يلا نعمل. بيجيب لنفسه كل شويه لبس براندات، مصاريف، ويطلع فيز يدفع منها. مره فيزا زرقاء، مره فيزا خضراء، مره فيزا زرقاء فضي، بتقولي وانا مش واخده ببالي يعني. هو دخله حلو، وممكن يكون عنده حساب في كذا بنك، وكل بنك ليه كريدت كارد. آه، غير الفيزا بتاعت القبض. فانا يعني ما حطيتش ببالي. وكنت كل ما اجي اقول له هي الفيزا دي بتاعت ايه، دي غير بتاعت المره اللي فاتت، وريني كده ده بنك ايه. يقول لا لا لا، ما تشغليش بالك، مش مهم، ويروح ايه حاطط الكريدت يعني في المحفظه. بتقول بتقول وانا ما حطيتش ببالي، ومش من عادتي ان انا ادور ورا زوجي يعني او كده. بس اللي لفت نظري ان هما كذا بنك مختلفين. وفي مره كنت قاعده جنبه، جاله مكالمه تليفون. قعد يقول حاضر، هاجي البنك يوم الحد، او يعني يوم معين يعني، وهدفع كل اللي عليا وان شاء الله تمام والموضوع هيتظبط. مرة تانية يجيله مكالمة مكتوب بنك كذا، ترو كولر طلع بنك كذا. ف... فأرد. هو ما كان في الحمام او كده، فرديت. فقال فلان الفلاني، قلت له ايوه انا المدام. الله طيب، بلغيه ان هو اخر ميعاد تسديد الكريدت كارد يوم كذا. فاكتشفت، بتقول انا واجهته طبعا. المكالمة الاولانية كانت من بنك تاني خالص، ده بنك تاني برضو. فاكتشفت ان هو دخله ما يجيش نص المصاريف اللي بتتصرف، او ربع المصاريف اللي بتتصرف. غير ما كان مفهمني خالص، ولا هو ده مستواه المعيشي. الاستاذ كان بيعمل كريدت كارد من كل بنك شوية. طبعا اول الجواز، قبل الجواز كان بيعرف يسدد. بعد الجواز وبعد المصاريف وبعد ما ببقى فاتح بيت، ما بقاش عارف يسدد الكريدت كارد دول. فبدأ اللي هو يتراكم عليه بفوايد وكده. بتقول انا قعدت قلت له ما ينفعش اللي احنا فيه دوت وبتاع، انت مش معرفني اي حاجه عن نفسك ليه. المهم قال لها اهو ده اللي حصل ومش عارفه ايه وكده. بتقول انا وقفت جنبه ونزلت بعت ذهبي كله، الشبكه بذهبي اللي كان قبل الجواز. نزلت بعته كله عشان خاطر اسدد له الكريدت كاردز دي، واقف جنبه وخلاص وتمام. آه بدأت معاملته معايا تتغير. انا رومانسية قوي، هو لا، حد مش مديني اي اهتمام ولا اي حاجة. حياته كلها شغل، عايز يجيب فلوس بأي طريقة. مش عاجبه حاله دايما. انا كنت للاسف، بتقول انا كنت للاسف بدأت احبه. بتقول وفجأة جاله سفرية، يعني سافر شغل برا مصر خلاص. عقد عمل وكده. انا كنت رافضة في الاول، قلت لا، لازم احنا نبقى مع بعض. وكان هي كمان خلفت بنوتة.
المهم ان انا قلت انا هو بنتي وجو الاسره، وانا حابه ان احنا نبقى ما نفترقش وكده. المهم هو اقنعها، لا لا هي دي الفرصه الوحيده وان احنا نحسن دخلنا وكده. بتقول سافر شهر واتنين وتلاتة بدأ يقبض مرتبه. طبعا بيبعت لي مصاريفي، ما انكرش ان هو كان بيبعت لي مصاريفي. بس الاول اول ما سافر كان بيكلمني مرة في اليوم، مرتين في اليوم. الشهر التاني بعد ما بقى اقبض اول مرتب بقى بيكلمني مرة كل يوم، ممكن يعدي يوم ما يكلمنيش، يكلمني تاني يوم يوم او يوم لأ. بتقول وصلنا لتالت شهر رابع شهر ما بيكلمنيش غير كل اسبوع مرة او كل كام يوم مرة، وانا اللي اتصل وافضل اتصل بيه وفين وفين عمل ما يرد، واذا رد كلامه على القد جدا جدا. فبدات اقول له ايه يعني، هو كله شغل يعني، اكيد انت بتروح من الشغل الساعه كذا، يعني فين بقيت يومك؟ قال لا لا اصل بنزل الف في البلد واخرج واصرف. هو واخد على كده ان هو بيحب طول ما هو معاه فلوس انزل واصرف واكل في مطاعم غاليه والبس براندات وما اعرفش ايه. حرفيا زي ما قالت لي، شاف الفلوس وفرق العمله طبعا وكده، اتسعر. بقى مش مهم عنده مراته ومش مهم عنده بنته، انا ببعت لكم مصاريفكم، اللي هي بالمناسبة عادي مصاريف اي اسرة عادية او متوسطة في مصر، مش منغنغنا يعني. وبتقول انا خلاص، قلت معلش شوية وزهوة السفر هتروح وزهوة المرتب هتروح، وبدأت اشتغل مع بنتي وكده. بتقول شهر كمان في التاني، كان بقاله 6 شهور بالظبط مسافر برا، لقيته بيكلمني وبيقول لها الصدمة، احنا عايزين نسيب بعض، انا قررت ان احنا ننفصل. قالت له ليه؟ يعني انا عملت لك ايه عشان خاطر ننفصل؟ قال لها بصي انا مش مرتاح معاكي اصلا، وما كنتش مرتاح معاكي قبل ما اسافر. انتي عملتي كذا. بتقول لك وبدأ يجيب مشاكل من ايام الخطوبة ومشاكل من اول الجواز وحاجات هايفة، وكانت بتتحل، يعني كانت بنقعد نتكلم فيها ونلاقي لها حل وتمام. بتقولك فجأة بقى يجيبها ويقول لا 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 انا ما كنتش راضي في الموضوع دوت، بس انا قلت امشي الدنيا. لا اصل المشكلة دي، لا انا فاكرها لحد دلوقتي، انا مش قادرة انساها. وكلها حاجات هايفة جدا، ما يعني ما ينفعش ان يتخرب عليها بيت. وبعدين ده حاجات قديمة من ايام الخطوبة، واحنا قعدنا فترة كبيرة متجوزين. انا بنتي كانت داخلة في ال3 سنين. وقفت جنبه ودفعت له الكريدتس اللي كانت عليه. المهم فضلت تقول له بس انا بحبك، بس انا اتعلقت بيك، بس ما ينفعش ترميني كده، هو عشان الفلوس جريت في ايديك. قال لها اعتبريها زي ما تعتبريها، قال لها كده اعتبريها زي ما تعتبريها، وخلي الوقت اللي قضيناه مع بعض يبقى وقت لطيف وذكرى حلوه نفتكرها في حياتنا، ما تخلينيش اتغاب عليكي. اللي هو كده يعني، اللي هو ما تخلينيش اسود عيشتك، انتي ما تعرفيش عني حاجه، انتي كل حياتي كنت الحاجات اللي انا بقولها لك، انتي ما تعرفيش عني حاجه. طب وبنتك؟ الله هتتربى، ايه المشكله؟ هتتربى. انتي مش بتجيبي لها اللي هي عايزاه وبتوديها مدرسه وبتاع، هتتربى، ايه المشكله؟ بتقول انا ما بقتش لاقيه سبب انا بتطلق ليه، او انا عايز يسيبني ليه. هل بعد الفلوس ما جريت في ايده؟ هل اتعرف على واحده هناك؟ بتقول انا ما بقتش، المشكله ان انا بحبه ومش عارفه اتخطاه. طب هو ليه بيعمل كده؟ بتقولك بدأت تاني اغيب يوم يومين، اقول يمكن في مشكله، في حاجه مضايقاه، افتكر حاجه من زمان مضايقاه، وارجع اكلمه تاني نفس رده عليا هو، بل بدأ يبقى قليل الذوق جدا معايا، وبدأ يبقى قليل الادب معايا. وتقول له انا هبلغ اهلك، يعني هدخل اهلك في الموضوع. يقول لها اللي عندك اعمليه، ولو انتي فضحتيني او قررتي ان انتي تعملي حاجة معايا، ما يعني استحملي اللي هيحصل لك. انا هطلق يعني هطلق، ومع اقرب فرصة انا هنزل فيها مصر انا هطلق.
وشوفي مصاريفك اللي انا ببعتها لك، انا كده كده هفضل ابعتها لك. هبعت بس مصاريف بنتي طبعا هتقل شويه لان انتي ما بقيتيش مراتي ومش ملزم اصرف عليكي. فانا هبعت مصاريف اقل، يعني لو انا ببعت 10 هبعت 6 مصاريف بنتي بس، وانتي ملزمه تنزلي تشتغلي او اهلك يصرفوا عليكي او كده، وملكيش عندي اي حاجه. بس فبتقول انا بقيت مصدومه مش عارفه اعمل ايه. بتقول هي منفصله دلوقتي، فعلا نزل وطلقها. بتقول ومفيش بنته حتى ما كانش بيحاول يشوفها، ما كانش بيحاول يشوفها لما نزل اجازه، وتم الطلاق وخلاص والدنيا تمام وخلاص، ولا كأنه عمل اي حاجه، ولا كأنه اتجوز في يوم من الايام وجاب بنت وسافر، وحتى الاجازات ما بقاش ينزلها. بتقول هي من الطلاق ده بقى لها سنه. بتقول خلاص السنه اللي بعدها لما جت الاجازه السنه اللي بعدها سمعت انه ما نزلش سافر اصلا، يعني ما نزلش اجازه اصلا. بس فبتقول لي ان كنتي اللي فاكره اللي انتي بتحكيه ده مشاكل او اصحاب المشاكل فاكرين ان عندهم مشاكل، فقولي قصتي عشان الناس تعرف ان مش كل المشاكل تعتبر مشاكل. فربنا يعينها ويربط على قلبها. هو حد ندل، وانتي للاسف ونصيبك وقع في حد ندل. ده نصيب في الاول وفي الاخر، والدنيا ما بتقفش على حد، يعني الدنيا ما بتقفش على حد. انت بكره هتلاقي نفسك بتقابلي حد تاني وبتحبيه، والدنيا بتمشي معاكي عادي خالص. مش عايزه تتجوزي ما تتجوزيش، وعيشي واشتغلي واخرجي ومعاكي بنتك بس. سلام عليكم.